تلاقي فيه ابلكيشن تبقى موجوده. دبل كليك على اي فرع هيفتح لك حاجه بالمنظر ده كده، شو ديتيلز، هيفتح لك هنا كل الديتيلز وكل الحاجات اللي انت عملتها، تمام؟ هيفتحها لك، فانت قادر ان انت تشوف كل الحاجات. اقف على الكرسي هيطلع لك ده جاي من انهي شركه، اقف على اي حاجه هيطلع لك كل اللي انت عايزه. وفي الاول وفي الاخر دي ايه؟ ورقه بي دي اف حاططها على الموبايل، حاططها على الفلاشه، الورقه مطبقها وحاططها في جيبك، تفتح الورقه تطلع المشروع. كوب 27 كان مطلوب ان احنا نعمل جزء عن الاي ار، ان هو اللي يخش الجزء يبقى حاسس بتغيرات الجو. فعملنا حاجه كده، هيلبس النضاره وكان في مروحه وكان في حاجه هيتد، بحيث ان هو يخش حاسس بالايه؟ بالهواء، حاسس بدرجه الحراره. وهو كان الغرض ان انت لما تخش المكان في سنسورز بيبقى في الساعه بتقيس درجه حراره الجسم، فالمكان اللي انت فيه بيتكيف على حسب درجه حراره الجسم بتاعك، فيبدا يبدا يظبط درجه حراره المكان على درجه حراره الجسم بتاعك. فده كان الهدف من الاي ار ابلكيشن اللي كان معمول في كوب 27 اللي احنا كنا شغالين فيه. الادونز اللي الشركه بنتكلم عليها، شركه العاصمه النهارده عندها ابلكيشن، او بدات النهارده، هتلاقوا قريب جدا شركه العاصمه بتعلن اي رخصه عندي هستعملها عشان تقدم عليها ريفت موديل. انا مش هقبل ورق تاني، مفيش ورق، انا عندي ريفت موديل، حضرتك هتصمت ريفت موديل على البلاتفورم عندي، تمام؟ هيجي لك بعد كده فيدباك عن الرخصه اللي انت مقدمها، زي دبي بالظبط. هترفع ريفت موديل، هتتقارن، هتتعمل لها زي ايفالويشن على الجزء بتاع الاكواد التكنيكال، تمام؟ وعلى الموديل بتاعك هيجي لك فيدباك، تبدا تغطي كل الكومنتس اللي هتبقى موجوده وترفع حاجه. موديل هيلث تشيك، احنا كنا استشاري الهيئه الهندسيه، تمام؟ كنا بنشرف على 10 شركات مقاولات ان هم بيقدموا الاسبلت موديل بتاعهم. طيب عشان النهارده يجي لي 10 موديلز من كل شركه هيجي لي موديلز، وكل شركه هتجيب لي الموديلز بتاعها انشائي معماري الكتروميكانيكال، عشان الشركه تطلع مع 10 شركات تاخد وقت طويل. فمسكنا عملنا ايه؟ خدنا البيم اكسكيوشن بلان اللي جايه، حولناها الادونز. الادونز دي عملناها بيجي لي البيم موديل، افتح البيم موديل، ارن الادونز، تديني فيدباك على الموديلز بتاعي، بدل ما اقعد اشتغل واشوفهم في دوبليكيشن، في حاجه، في وورنينج، في هي ادونز طلعت ادتني فيدباك وقالت لي المشاكل اللي موجوده عندي فين.